اليوم خميس وبكرة جمعة، أهم شيء للرجال يوم الجمعة هي صلاة الجمعة. أوه، تعرفوا إنه في أغلاط نغلطها في صلاة الجمعة ممكن تخسرنا ثواب صلاة الجمعة. يا ساتر. قبل ما أتكلم لكم عنها خلونا نتكلم عن ثواب التبكير للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. أوبا، مين يفوت الأجر ذا كله؟ وتخيلوا كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، كل باب في المسجد اللي عندك في الحي فيه له ملائكة يكتبون الأول في الأول، يعني يكتبوا اسم كل واحد يدخل من هذا الباب. فإذا جلس الإمام يعني طلع المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون للذكر. هيا يا قمر لا تفوت الأجر وتعال قبل الإمام. طيب وين الغلط اللي قلت لنا عليه في البداية؟ تعرف إنه ما يجوز الكلام والإمام يخطب يا شيخ، لدرجة حتى المصلي اللي جنبك إذا عطس وقال الحمد لله لا ترد عليه وتقول له يرحمك الله. مو بس كذا، حتى لا ترد السلام ولا تبدأ فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني حتى اللي يتكلم جنبك لا تقول له ركز، سيبه، لازم انت كمصلي بس تنصت للامام. طيب في حاجه انا دائما اسويها ولما قعدت ابحث طلع ما ينفع حتى دي اسويها، طلع لما الامام يدعي في صلاه الجمعه ما يجوز ارفع يدي. اوه يا راجل كيف كذا؟ ايوه، حتى الامام لما يدعي تشوفوه ما يرفع يده. هيا ركز بكره في صلاه الجمعه يجوز رفع اليدين في صلاه الاستسقاء. هيا خذ لك الملاحظه الاخيره. صلاه الجمعه معروفه كم ركعه؟ ركعتين. حلو. بعدين طيب إذا فاتتك الركعة الثانية، قام الإمام من الركعة الثانية كذا، يعني مع الأسف فاتتك صلاة الجمعة، وبدال ما تصلي ركعتين حتصلي 4 ركعات وحتصليها ظهر. أوبا،